أي نوع من المرض الذي لم يأخذ بعقله من المرض. أبو كريم، بس إذا تسمح لي بالدقيقة، أبو عاشر، أنا عجبني كلامك إنه النبي مرض، سحر مرض، واستدليت بقول عائشة. الآن النبي صلى الله عليه وآله عاش تقول لما مرض النبي صلى الله عليه وآله قال مروا أبا بكر يصلي بالناس. فمرض النبي يعني لما كان مسحورا، لأن السحر مرض. فلما كان النبي خلي أكمل إشكال، خلي أكمل إشكال. هي تقول أثناء مرضه، يعني أثناء سحره. لا يا حاج وعد، نحن الروايات ما ناخذها هكذا كما ايش هي عائشة أبو موسى أو عائشة تقول مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر، يعني النبي كان مسحور فاشتد سحره فقال وهو مسحور مروا أبا بكر يصلي في الناس. هاي الإشكال الأول. تصلح مؤلف سيناريوهات. المسألة الثانية، البخاري بوب باب هو مرض النبي صلى الله عليه وآله، سماه باب مرض النبي صلى الله عليه وآله ووفاته. أبو عائشة، بما أن السحر مرض في هذا الباب، هل وضع البخاري وفقه البخاري في تبويبه، هل وضع سحر النبي في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله؟ الحديث الأول قال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أظهري من ذلك السم. إذن الحديث الأول ما في سحر. الحديث الثاني اللي هو يقرأ في المغرب بالمرسلات إلى آخره ما في سحر. الحديث الآخر ما في سحر. الحديث الآخر أهجر استفهموه فتنازعوا ما في سحر. الحديث الآخر فأكثر اللغط واللهو والاختلاف فقال الرسول قوموا عني ما في سحر. الحديث الخامس قال إنه يقبض في وجعه ما في سحر. الحديث السادس أو السابع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وما في سحر. والحديث السابع ما في سحر. والحديث التاسع الثامن ما في سحر. والحديث السابع الثامن الآخر إلى أن نصل إلى النهاية ولا شيء من قضية السحر، سحر النبي صلى الله عليه وآله في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله. فإذا كان السحر من المرض لماذا لم يضعه البخاري وبوبه في باب مرض النبي صلى الله عليه وآله؟ هاي السيناريو الثاني. بس الثالث وأنا السيناريو الثالث لما مرض النبي صلى الله عليه وآله، سأتكلم سريعا من حفظي. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله جاء جبرائيل، ما ذكر بصحن ولا ما أعرف إيش، بحبات عنب ولا ما أعرف إيش ولا إلى آخره، فبدأ يأكل النبي صلى الله عليه وآله في مرضه. سؤال: لماذا عندما سحر النبي صلى الله عليه وآله ما أنزل جبرائيل معون تمر، معون عنب، معون ثريد، معون شيء؟